السؤال ده بقى انا سألته كتير. هو انا ينفع لما يجي لي ايميل اخد الايميل ده از تريجر واروح افتح بيه ايتم جديد جوه الشير بوينت ليست فيبان لي جوه باور ابس؟ ينفع باوتوميشن ولوحده من غير ما انت تحتاج ما كل ايميل يتبعت لك انك انت تروح تكريت ايتم جوه الشير بوينت ليست. اوتوميشن سهل جدا وبسيط وسريع، هنعمله دلوقتي مع بعض. يلا نشوف ازاي. انا عاوز زي ما قلنا كده انه الايميل لما يجي في حاجه معينه يقوم يكريت لي على طول ايتم جوه الشير بوينت ليست. تعالوا نجرب الكلام ده على باور اوتوميت سوا. انا هنا جوه باور اوتوميت في الماي فلوز هقول له انا عايز يبقى عندي اوتوميتد كلاود فلو. طيب والاوتوميتد كلاود فلو ده هسميه ايه؟ هقول له برضو ده تبع كيو اي تراكر. بحب كده اسمي اسماء الاوتوميشنز بتاعتي لان انا خلاص يعني الحاجات كترت قوي فممكن اتوه ما بينها، فبعتبر ان ده فلتر بالنسبه لي. كيو اي تراكر انا عاوز اجيب ايميل تو اس بي ليست. ماشي، هدور بقى على تريجر ليه علاقه بالايميل. تعالوا نعمل كده. تريجر ليه علاقه بالايميل when a new email arrives. بس خلي بالك ما تختارش outlook.com، اختار office 365. فتعالوا نشوف when a new email arrives office 365 version 3 هو ده. تعالوا نعمل create. حلو قوي. when a new email arrives خلاص. هنا بيقول لي عندك advanced parameters. تعال نقول له show all. انا عاوز مثلا ان هو لو رايح لحد معين، لو في حد معين في السي سي، لو بينكلود attachment معينه، لو السبجكت فيه كلمة معينة string to look for in the subject line. in the subject line مش السبجكت كله. فأنا هنا هكتب كلمة defect لأن أنا عاوزه مش كل الإيميلز اللي تيجي، الإيميل اللي فيه كلمة defect هو ده اللي يروح يكريت لي ايتم جوه الشير بوينت ليست. تعالوا نجرب ده ونشوف. نبعت مرة إيميل بديفكت ومرة من غير ديفكت ونشوف. طيب بعد ده، بعد ما تعمل ده اعمل لي كرييت ايتم. هكريت ايتم فين؟ هقول له هكريت ايتم في الشير بوينت سايت اللي اسمه كواليتي تيم. الليست نيم اسمها كيو اي تراكر. هينزل لي طبعا كل الفيلدز اللي في كيو اي تراكر. هقول له في التايتل روح حط لي هنا اللي جالك في السبجكت، وهنا في الديفكت ريسبونسبل خليه اختار شخص معين او خليني احط كاستم فاليو واروح اجيب الشخص اللي مبعوت له الايميل التو ذا ريسيبيانت. وبعد كده في الديفكت ديت تعالوا نجيب الديت بتاع الايميل. تعالوا نكتب هنا ديت وهنقول له received time the date and time the message was received. ماشي. defect type هسيبها فاضية عشان انا اللي اختارها مثلا. وخلاص مش محتاج احط بقية الحاجات لان احنا كده كده بنجرب. وهقول له publish. بص اوتوميشن بسيطة جدا. ساعات اوتوميشنز مهمة قوي بتلاقيها في خطوتين ثلاثة، يعني الموضوع مش مستاهل. طيب عندي خطوتين when a new item when a new email arrives create item بكل بساطة. وخلي بالك من حاجة مهمة انه هنا وانت بتعمل create او سوري وانت بتعمل when a new email arrives خلي بالك ان انت عامل كونكت على الايميل بتاعك. لازم يكون الكونكشن واضح على الايميل بتاعك. احنا عملنا publish وهو بقى published. تعال نعمل تيست. انا هعمل تيست كده؟ لا، انا محتاج اروح ابعت ايميل واشوف الايميل ده هتبقى نتيجته ايه. تعال نبعت ايميل. الايميل هيجي لي انا شخصيا لان انا عامل ده كونكت على الايميل بتاعي. طيب هبعت لنفسي ايميل والايميل ده هكتب فيه كلمة defect. طيب وبعد كده هنا هنقول test defect ونقول له send. جه الايميل اللي هو اسمه تيست ديفكت. تعالى بقى نروح نشوف هل ده تريجرد ان هو يرن الاوتوميشن ولا لا. احنا هنا عاملين ببلش. طب انا ليه قلقتني ليه؟ تعالى اعمل ببلش تاني. ماشي، وهعمل باك اعمل ريفرش كده هنا لحد ما يظهر لي فيه اي رن. خلي بالك انه بيحصل لاج كده، يعني باور اوتوميت مش في كل ثانية بيدخل يشوف الايميلز اللي اتبعتت، يعني بيفوت كده معرفش نص دقيقة ولا حاجة ولا دقيقة. هو اللي حصل فعليا ان طلع معايا ايرور، والايرور ده يعني دوخني شوية. بس كل اللي عملته ان انا عملت ديليت للتريجر نفسه ورحت منزله من اول وجديد. فنزلته من اول وجديد وجربت فريفلكتد، بس هو لسه ما سمعش معايا برضو جوه الشير بوينت. جاب لي ريكورد فاضي لان انا لسه ما غيرتش، ما حطيتش هنا البارامترز. فتعالوا نرجع احطها تاني. يعني كل اللي عملته ان انا وقفت بس التسجيل عشان ايرور والموضوع محرج شويه. المهم when a new item email arrives رحت جايبها تاني
وبعد كده when a new email arrives رُحت جايبها تاني، ودلوقتي هارجع أحط هنا في الtitle عاوزه يحط الsubject، وبعد كده في الdefault responsible name هاختار اللي رايح له الإيميل يعني to، والdefault date قُلنا هنختار الreceived date، أنا هاكتب date received time، وسِبنا كل حاجة فاضية، هنعمل publish وهارجع هنا في الإيميل. طبعًا أنا هنا كنت باذاكر من وراكم يعني شوية لمّا طلع لي الerror، المهم هاجرّب تاني، هابعت إيميل لنفسي، هي بقت published والّا لسه؟ بقت published، وهاكتب هنا test defect وهاعمل send. نسيت أحط حاجة في الbody بس تمام، test defect راحت. تعالَ نروح نشوف الautomation أساسًا بتrun والّا لأ. الautomation عملت run لتاني واحدة، دي طبعًا اللي أنا جربتها لوحدي، دي اللي وأنا معاكم. تعالوا نروح نشوف هنا في الSharePoint list في حاجة reflected والّا لأ، لسه. نعمل refresh تاني، أهي ظهرت test defect وظهرت معايا بتاريخ النهارده، وحطت الdefect responsible اسمي، فكده مضبوط. يعني كده كل اللي أنا عملته لمّا ظهر لي الerror إن أنا رُحت ماسح الtrigger ده وعملت له add تاني واشتغل معايا عادي جدًا. فده كده بالنسبة لك لكل بقى حد عنده الuse case دي، اللي هي تبقى إن أنا عاوز الإيميل لمّا ييجي يحط لي task، يحط والtask دي عايز أساينها لحد والّا يعمل أيًا كان. بقى عندك بقى القصة العب فيها، أنت فهمت الدنيا بتمشي إزاي، فهمتها، فهمت الparameters اللي أنت محتاج تحطها، وفهمت إزاي تcreate item، فأنت عملت كده integration ما بين الoutlook وما بين SharePoint list عن طريق Power Automate. دعوتك الحلوة، وما تنساش تطبّق الكلام ده في أسرع وقت عشان ما تنساهوش. سلام.